بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولادي ويا أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسمي الله وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. طبعا البدنجان يا جماعة من الحاجات الرخيصة جدا والمفيدة جدا والجميلة جدا. بيتعمل بطرق كتير قوي. اهم حاجه ان احنا بننقعه بميه بملح، ما بشربش زيت بقى. لما تنقعوه بميه بملح، ولو الميه سخنه في ناس بتحطه في الشمس، بترش عليه الملح كده وتحطه في الشمس. السوريين بيعملوه كده، وانا يعني ليا اصحاب سوريين وكده، فبقولوا لي على الطريقه دي، فما بشربش ولا نقطه زيت لما بنعمله كده، يعني ما بشربش زيت خالص. هنا بقى نعمل صوص كده، صلصة كده خفيفة. حطينا معلقة واحدة سمنة. انتوا عارفين ما بحطش مادة دهنية كتير في الأكل. حطينا معلقة واحدة سمنة. حطينا اللحمة عشان حمرة، أنا حطيت قطعة سمنة. لو اللحمة فيها أبيض مش هحط سمنة خالص ولا هحط حاجة خالص. كده بنديلها كده تعصيجة حلوة كده يا بنات، زي ما انتوا شايفين. وبنحط ايه بقى؟ طماطمية مبشورة والتوابل بتاعتنا، جنزبيل فريش وتوم فريش. وبنقلب بقى كده. الحشوة دي بقت جميلة طبعا كده. كده الحشوة بتاعتنا كده جوزت معانا كده، جميلة قوي كده خلاص. عايزة اتكلم على المتابعين يا جماعة. مش المشاهدات عنده قليلة قوي، وانا بقالي كتير قوي على اليوتيوب بصراحة ما عدتش عايزة انزل فيديوهات. فبس والله العظيم انا لولا ان انا حبيت متابعيني واللي بعلقولي والتعليقات والناس المحترمة اللي معايا، انا كان زماني سبت اليوتيوب من بدري. واحتمال كبير يعني ما عدتش انزل فيديوهات غير الفيديو ده. انا الفيديو ده كان موجود عندي، انا بنزله عشان اتكلم معاكم. وعندي فيديو صح جديد عاملاه حالة يعني، هنزله. واحتمال كبير ما عدتش انزل الوقت بقى فيديوهات. هشوف القناة، لو القناة يعني انا بشتغل وتعبت قوي. انا تعبت قوي، انا صرفت يعادل 200,000 جنيه على القناة دي يا جماعة والله. يعني انا صرفت، انا دخلت دخلة قبل كده وكان هدفي ان انا قناتي تكبر وفي دماغي انها تكبر، بس انا ما كنتش عارفة حاجة في الوقت ده، ولا اعرف اليوتيوب ده شكله اول ماشي ازاي. ده السبب ان انا دخلت. لو اعرف ما كنتش دخلت. كده كده الارزاق بيد الله، وكنت سبت قناتي براحتي. كبرت ما كبرتش براحتي كنت هسيبها. بس اللي مأثر فيا قوي الدخله اللي انا دخلتها والمبيع والشان ده بصرفهم على قناتي، وقناتي ما تروح خالص، تتحذف خالص وتروح. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهقعد اقولها اليوم الدين، هقعد اقول حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب في اللي حصل لي، وفي مروح قناتي الاولانيه برضو واللي حصل. هنا البدنجان ده انا عملته في الفرن يا بنات. انا دهنته بالفرشه زيت وحطيته في الفرن، ودهنته بالفرشه وحطيته في الفرن في نفس الصينيه اللي انا هعمله فيها دي. هنحط بقى فيه الطريقه جميله قوي الولاد هياكلوه. هو بتاع نص كيلو لحمه او ربع كيلو لحمه على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. والولاد هيحبوه قوي. لو ما بياكلوش البدنجان هياكلوه بالطريقه اللي انا عاملاها دي، وتعملوه وطريقه يعني خفيفه برضو، ما هياش تقيله ولا حاجه، لان انا حاطه عليه زيت زيتون وحطاه في الفرن. فهي الطريقه خفيفه، وان شاء الله بياخد بقى بيكمل سوا بقى مع التعصيجه بتاعته، وبيطلع جميل جدا. فيا جماعة حد ينصحني بقى، حد يكون من الناس اللي بتحبني ينصحني، يقول لي بقى انني ما عدتش انزل مثلا على القناة. او لو حد يشتري القناة ياخدها يشتريها. لان انا بصراحة لسه يعني لغاية الان ما قبضتش من القناة اي حاجة بصراحة. يمكن حد ياخدها تاني يعمل عليها حاجة تانية، محتوى تاني تمشي عن كده. محتوى الاكل بصراحة مش عارفة ومش ماشي معايا خالص. وبعدين انا ماليش في حاجة تانية، لا ليا في الكلام ولا ليا
الحوارات ولا ليا في الحاجات التانية دي. دول شوية طماطم ني برضو كده، شايفين ان هي كل الطريقة ني في ني يا جماعة. شوية طماطم برضو صغيرين جدا جدا، وغلوا يا دوبك غلوا غلوتين بس كده. حاجة بس تدي طعم برضو كده. لكن انا ما عملتلهاش تقلية ولا تسبيكة ولا الحاجات اللي هي التقيلة، يعني وصفة خفيفة جدا. هنا بقى حطينا برضو شوية بشاميل خفيف جدا، معلقتين 2 جبنة وشوية حليب ومعلقتين دقيق، وعملنا بشاميل برضو خفيف جدا، طبقة بس كده على الوش وخلاص. طبقة خفيفة يعني بشاميل خفيف، لا في سمنة ولا في زيت ولا في اي حاجة، ما فيهوش حاجة خالص غير المعلقتين الجبنة يا بنات. وطريقة جميلة قوي، هيحبوها الكبير والصغير هيحبها، وطعمها جميل وجميلة جدا. ممكن تتاكل بعيش او برز او زي ما انتوا عايزينها تاكلوها ان شاء الله. وكده بقى الوصفة بتاعتنا زي ما انتوا شفتها في الاول برضو كده وانا بقطعها يا بنات. هي جميلة جدا بقى، تاكلوها برز تاكلوها بعيش. جميلة جدا. الف هنا والشفا. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، يعني بعد اذنكم يعني. الفيديو جميل والوصفة جميلة، اعملوها يا بنات. وسهلة جدا جدا. البدنجان انا دهناه بالفرشة ومدخلاه الفرن، وفي نفس الصينية عملته فيه يعني. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.